كيف تنسقي ملابسك باستخدام دائرة الألوان؟ هل ترغبين في معرفة السر وراء تنسيق النجمات الألوان بطريقة جذابة وساحرة؟ حسناً، لا ترهقي نفسك بالتفكير، فكلمة السر هي دائرة الألوان. إنها مجموعة من الألوان موضوعة بطريقة معينة حيث تسهل عليك انتقاء الألوان التي تناسب بعضها، وإليك الطريقة التي تمكنك من تنسيق ملابسك باستخدام دائرة الألوان. الألوان التي تجاور بعضها تليق ببعضها، مثل اللون الأصفر يجاور اللون البرتقالي في الدائرة، ولذا فبإمكانك تنسيق اللونين معاً، واللون الأصفر والأخضر كذلك. الألوان التي تقابل بعضها، الألوان التي تقابل بعضها في دائرة الألوان يمكن تنسيقها مع بعضها لتبدو أفضل، مثل اللون الأصفر واللون البنفسجي معاً يشكلون مزيج رائع، أو اللون الأزرق واللون الأحمر معاً أيضاً. اللون البني يمثل الطبيعة، ولذا ستجديه يتماشى مع بقية الألوان، ولكن أفضل مظهر له يكون مع اللون الأزرق ليضفي الرقي والجمال على مظهرك. الجينز بجميع ألوانه يتماشى دائما مع أغلب الألوان، ولكن يفضل دائما عند شراء الجينز بألوانه المختلفة اختيار الألوان المناسبة، فمثلا الدرجات الداكنة يكون اللون المقابل لها من الفواتح والعكس صحيح. وفي حالة اختيار الملابس المخططة الأبيض في الأسود أو غيرها يفضل إضافة لون ثالث زاهيا معهم لإظهارك بإطلالة مشرقة ومميزة. دائرة الألوان والمكياج، بإمكانك استخدام دائرة الألوان في المكياج أيضاً، حيث بإمكانك اختيار الألوان التي تليق ببعضها تبعاً لدائرة الألوان واستخدامها في مكياجك لتعطيك مظهر رائع وجريء، كاستخدام ظل للعيون باللونين الأصفر والبنفسجي، سيجعلك تبدين رائعة. وفي النهاية كوني جريئة، اصنعي ألوانك بنفسك ولا تخشي شيئاً، فأنت رائعة.